مرحبا بكم. لم يستطع العالم فك شفيرة عقل الإنسان، ولم يستطع العلم تفسيرها. هناك الكثير من الأحداث الخارقة للعادة، ونحن قد سمعنا عن كثير من تلك الوقائع والتي حدثت بالماضي، ولكن القليل فقط استطعنا رؤيته، ولهذا ظهرت العديد من وجهات النظر. أما بالوقت الحالي وبفضل وجود الكاميرات قد تم تسجيل الكثير من اللقطات الغريبة. تناولنا بذلك الفيديو بعض الأحداث الخارقة للعادة، ولكن قبل البدء بالفيديو دعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. أولا، الفيديو الأول لنا فتاة تغني وبعد فترة تبدأ باللعب بشكل جنوني، وفي تلك اللحظات يحدث شيء لم نتوقعه، فقد بدأت الطفلة الصغيرة تسمع صوتا غريبا وتوقفت فجأة. أما ما حدث بعد ذلك كان أكثر رعبا. لا يوجد خبر حول ما انتهى إليه الحدث، فقد امتدت يد طويلة غريبة من أسفل السرير وسحبت الطفلة. الأمر الذي ما زالت تحوم حوله كثير من التساؤلات، وأملنا الوحيد أن تكون الفتاة بخير الآن. ثانيا، نستمر بذلك الفيديو الذي يعتقد أنه التقط بالهند. كان ذلك الطريق خطير جدا على سائق الدراجة النارية، إلا أن المطر والظلام الحالك قد زاد الأمر خطورة، فقد ظهر فجأة أمامه شيء بلون أبيض وكان يقف على حافة الطريق. ارتعد السائق كثيرا ولم يدرك ماذا يفعل، إلا أنه رجح أن يمر بصمت، ولم نستطع أن نعرف هل كان شبحا أم امرأة. ولو كانت امرأة فقد دارت تساؤلات حول سبب انتظارها على الطريق بمنتصف الليل ودون وجود أي أحد معها. ثالثا، أما ذلك الرجل يرى شيئا غريبا أثناء سيره ليلا فيخرج هاتفه المحمول ويبدأ بالتسجيل، ولفت انتباهه غطاء فتحة مغلق، فقد كان عدم وجود ثلج فوق الغطاء أمرا مدهشا، وكأن أحد قد دخل من تلك الفتحة. لم يعثر الرجل على أي آثار أقدام، وعند اقترابه منها سمع أصواتا مخيفة تخرج من الداخل، ولم يتضح إلى الآن هل كان هذا صوت حيوان أو كائن آخر غريب. رابعا، ربما يكون البقاء ليلا في مركز للتسوق فكرة غير جيدة على الإطلاق، فذلك المقطع الذي التقطته كاميرا المراقبة يظهر به بالون أحمر جذب ذلك البالون الانتباه كثيرا، حيث كان ينزل على السلم درجة درجة كما لو أن أحدا كان يمسك به. انتشر ذلك الفيديو ودارت حوله كثير من التساؤلات، فما رأيك؟ كيف استطاع ذلك البالون التحرك في مكان لا يوجد به أحد ولا هواء أو رياح؟ خامسا، ذلك الرجل كان يسمع أصواتا غريبة، لذا قام بوضع كاميرا مراقبة في المطبخ وأخفاها، ولتبدأ الأشياء في المطبخ بالتحرك في ساعات متأخرة من الليل. حقا لا يمكن التفسير كيف حدث ذلك، هل هي قوة خارقة للطبيعة أم أن ذلك المقطع غير حقيقي؟ ماذا سيكون رد فعلك إن قابلت مثل ذلك الموقف بمنزلك في الليل؟ سادسا، وهنا يبدو ذلك الطفل الذي في الثانية من عمره سعيدا للغاية، وبالتأكيد والدته أرادت تسجيل فيديو له للذكرى، وفجأة يقول الطفل لوالدته أنه رأى كائنا غريب، وبحركاته الغريبة التي قام بها أخاف أمه كثيرا، وعندما سألته والدته بعض الأسئلة أجابها بأشياء غريبة. حدث غريب حقا، فلم يستطع أحد إلى الآن معرفة حقيقة ما رآه ذلك الطفل. Who are you talking to? Who are you talking to? سابعا، تم التقاط ذلك الفيديو في ماليزيا، حيث قام سائق السيارة بفتح الكاميرا أثناء سفره بالطريق، وليظهر بعد فترة وجيزة امرأة ترتدي ملابسا ملونة على حافة الطريق. ومن المثير للدهشة، ماذا تفعل تلك المرأة بذلك الوقت المتأخر؟ هل هي إنسان حقا أم شيء آخر؟ هذا أيضا لم يعرفه أحد، ثم قام الرجل سائق السيارة بالابتعاد فورا بعد رؤيته لذلك. ثامنا،
في ذلك الفيديو ينزل صديقان على السلم بشكل طبيعي، ثم بعد ذلك يحدث شيء مفاجئ للصديق الذي بالمقدمة. من الواضح أن هناك قوة خارقة للطبيعة قد هاجمته، فقد صدم الآخر ورجح الابتعاد عن السلم. تاسعاً، تلك الواقعة التي حدثت بالصين من الصعب تفسيرها، فتلك المرأة التي في مركز التسوق تقوم ببعض التصرفات الغريبة. قام المتواجدون بالمكان بأخذها إلى المشفى، ثم بعد ذلك تم نشر الفيديو الذي تم تسجيله للواقعة. عاشراً، لفتت تلك المرأة الانتباه بحركاتها الغريبة داخل المصعد. يمكنكم الاعتقاد أن المصعد كان يسقط، إلا أنه قد اهتز فقط، كما لو أن هناك أحد ما يقوم بتحريكه من الخارج. علق الكثير على ذلك الحدث أن تلك من أفعال الجن. على أي حال، فقد توقف المصعد بالنهاية. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.